ان شاء الله يعني كل الكاس دي هتكون بدايه البطولات في الفتره اللي جايه ان شاء الله. موضوع بيراميدز انا مقتنع بالفكره وبشجع النادي من 5 سنين. مش بس ماتش نهائي الكاس، انا سافرت ورا النادي في اكتر من ماتش. يعني ماتش الاهلي اللي كان في الدور الثاني في الدوري اللي كان عندنا في الدفاع الجوي ده انا حضرته، بس ما كانش في نصيب يعني اتغلبنا. موضوع علاقه مجلس الاداره والاهداء اللي انا قدمته للنادي، هم الناس لما جم اسوان انا حضرت ماتش في استاد اسوان، وقابلت مجلس الاداره المهندس ممدوح عيد وعمر بسيوني والاستاذ عمر فتحي. الناس كلها ناس محترمه يعني، وساعتها حتى المهندس ممدوح عيد اداني تيشرت النادي يعني كنوع من التكريم يعني. وانا لما كنت موجود في نهائي الكاس يعني كنت واخد معايا درع كده قدمته للنادي كنوع من الاهداء والتكريم للنادي يعني. بالنسبه لموضوع الانتقادات انه ليه تشجع بيراميدز، انا مقتنع بالفكره يعني مش شرط لازم كل الناس تشجع اهلي والزمالك، بس انا مقتنع بالفكره ومصدق فيها، وان شاء الله يعني الفريق هيكبر وناس كتير هتشجع النادي، ومن دلوقتي في جماهير كتير للنادي. اي نعم ما بقوش بالملايين زي ما باقي الانديه ليها جماهير بالملايين، لكن ان شاء الله العدد هيزيد في المستقبل. انا شايف ان بيراميدز اضاف كتير للكره المصريه وغير من الخريطه بتاعت الكره في مصر. صحيح ما كناش موفقين في موضوع البطولات، لكن وصلنا نهائي الكونفدراليه قبل كده، قبل نهائي الكونفدراليه، كاس مصر مرتين نهائي، وكاس السوبر مره. في حاجات يعني مش بره الكوره كانت بتحصل، يعني مش حابين نتكلم فيها، لكن الحمد لله وان شاء الله يعني كل الكاس دي هتكون بدايه البطولات في الفتره اللي جايه ان شاء الله. عند جماهير النادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي لا تقبل بالمنافسه، لا تقبل بان هي تخسر. احنا في 2019 كسبنا الاهلي 3 ماتشات في نفس الموسم، تمام؟ فهم يعني ايه ما بيقبلوش ان حد يكسبهم. هي دي يمكن ايه يعني ميزه وعيب. ميزه للاهلي نفسه ولعيبه الاهلي ان احنا ما بنتغلبش، فده بيبقى بيديهم دافع. بس عيب في ان انت لما بتتعامل مع اي نادي تاني او مع جماهير اي نادي تاني بيخليك مش متقبل ان انت تخسر، فما فيش روح رياضيه في التعامل. بس الفكره ان سواء في 2019 او قبلها او بعدها، يعني بيراميدز ما كسبش الاهلي بس، هو كسب كل الفرق تقريبا. فاعتقد ان كل الفرق جماهيرها برضو ممكن يكون في كره لنادي بيراميدز. لا ما هي الفكره هو يمكن عشان الاهلي بس جماهيره كتير شويه، فباين ده على السوشيال ميديا او باين ان هو ماشي. هو جماهير الاهلي طبعا اكتر جماهيريه في مصر وفي الوطن العربي، دي ما حدش ينكرها. لكن انا زي ما بقول لك ايه، فكره ان انت وبتشجع كوره تبقى متقبل ان انت ممكن تتغلب. تمام. فانا ملاحظ انه يعني مثلا جماهير الزمالك او جماهير الاسماعيلي او هو عارف ان هو داخل ماتش ما ممكن يتغلب. جماهير الاهلي ما فيش في القاموس بتاعهم ان في حد هيكسبنا. الجزئيه الثانيه